السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مليون مبروك للنادي الأهلي حصوله على بطولة السوبر المصري على الغريم التقليدي الزمالك. مباراة عالمية، رجل المباراة فعلا، واللي اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات كان قاطع ودنه من الجماهير. نزل لعب مباراة عالمية أحمد زيزو، فعلا مباراة عالمية أداها بالجون اللي عمله لبن شرقي، قدمها له على طبق من ذهب، قال له حط جون. وطبعا الرجل الثاني في المباراة مروان عطية بالهدف اللي سجله والأداء والمجهود الخرافي اللي كان عامله في نص الملعب. مباراة كانت قوية جدا. طبعا الزمالك طلع له كام فرصة، فرصتين ثلاثة او فرصتين في الشوط الاول وفرصة في الشوط الثاني. وطبعا الجون انا بصيت عليها الكرة جاية في ايد اللاعب، عشان بس ايه حالات التحكيمية، واصل في ضربات جزاء ما اتحسبتش. حكم الراجل اصلا ما كانش بيحسب، ما كانش بيعدي حاجه. مباراه عالميه من احمد السيد زيزو، بجد يا ابني الله اكبر عليك فعلا. كان في حد لما قلت الفيديو اللي فات، حد من الزملكاويه التقال اللي لعبت مع شيكابالا او فرقه الزمالك زمان في الشباب والناشئين، قال لي ان لو زيزو سلم ودنه لجمهور الزمالك زيزو هيبقى ابيض. لكن زيزو كان بينزل يلعب، يعني معلش جمهور الزمالك استباحوا بشتيمه وقله ادب، ومن قبل بدايه الماتش في التسخين، وكل كره كان يروح يلعبها في الكورنر او الضربات الثابته. بجد يا ابن الله اكبر عليك فعلا، هو ده اللعيب المحترف. انا بلعب قصاد النادي اللي شهرني وعملني، العب كاني ما اعرفوش. بجد يستروب، انت يا ابني مدرب عبقري، بتقدم اوراق اعتمادك مع النادي الاهلي كأول بطولة بتحققها مع النادي الأهلي، وعقبال الدوري، وعقبال اللي زي ما بيقولوا ايه درة التاج أفريقيا اللي غايبة عن الأهلي. مباراة كانت عالمية جدا، اللعيبة كانت بادئة قوية جدا، الدفاع مرعي، ياسر إبراهيم، كوكا اللي دخل ألفينا، وشيكو بنزا بالمرة خد شيكو بنزا حطه في جيبه بالمرة مع ألفينا. بقى يا ابني بعد الماتش زي ما قلت لك ابقى طلعهم من جيبك بعد إذنك. مباراة عالمية، قدر يستطيع النادي الاهلي ان هو ياكد التفوق على نادي الزمالك في المباراه. نادي الزمالك سنحت له فرصتين ثلاثه بس ما عرفش يستغلهم. في فرصه كانت يعني كان شيكو بنزا كان ممكن يعملها عرضيه لناصر ماهر. كابتن ناصر ماهر، عرفت ليه يا باشا؟ هم ما بياخدوش حد في المنتخب اي حد كلامنجي وخلاص، ونزل على الفيس او على تويتر تعالى لي يا عم احنا جينا، بس الرجاله جات لك بس ما لقيتش رجاله. مشكله بعض لعيبه الزمالك في عقليات في اللعيبه عندهم، اللي هو ايه الاوف والاح والبوم والطخ. تيجي تلعب ماتش كبير والكلام ده شكرا، مش موجود، مختفي. هي دي عقليات بعض لعيبه الزمالك. مبروك كابتن الخطيب. النهارده طبعا مباراه اتأدت بتكتيك انضباطي عالي، سواء في الدفاع، خط النص اليو ديانج ومروان النهارده كانوا قافلينه قفله سودا على عبد الله السعيد وناصر ماهر، وما كانش في اي حد بيعدي. الهجوم طبعا يعني تريزيجيه كان كويس، ظهر في كام كوره، كورتين شاطهم، كوره طلعها الجون، وكوره اتعملت ار2 بس ما جاتش. بن شرقي طبعا الله اكبر عليك. طاهر انت مش هشيد بيك، هي بس الاسيست وشكرا للتحيه. اصلا انا عارف طاهر يا جماعه، طاهر محمد طاهر من نوع اللعيبه ايه، انا هعمل ماتش حلو او ماتشين حلوين وبعد كده سلام عليكم انا داخل انام. شكرا. محمد بن رمضان النهارده ما كانش عاجبني. هتقول لي ان هو لسه راجع من الارهاق والكلام ده، بس ده ما كانش مستواه يعني الصراحه يعني. طبعا احمد رمضان بيكهام هو كان نازل تغييره دفاعيه علشان اقفل على نادي الزمالك، عشان لا قدر الله لو الكوره اللي بيقول ان هي كانت مش هندس اتحسبت كانت ممكن ترجع الزمالك، كانت فاضل ساعتها 11 دقيقه في الماتش. مبروك جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته، اداء رجولي، اداء عالمي، رجل المباراه السيد زيزو. فعلا يا ابني انت جوهره الاهلي خدها من نادي الزمالك. مبروك جماهير النادي الاهلي كلها، واتمنى الماتش الجاي ان شاء الله بعد التوقف الدولي مع شبيبه القبائل نكسب ونبدا المشوار لافريقيا، ويومكم جميل زي يوم الاهلي بفوزه بالسوبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.